توري رمضان وحدن خاطر درق تشيخ ذكر در آلي أوقي صحوي دجدو تشيخ ذكري حكم فتح. كان مسؤول السؤال على حركة في ذكري يعني عند الحفرة الصوفية. نعم، الأصل بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في الحركة من الإنسان أنها جائزة، هذا هو الأصل في الحركة مطلقا. الشيخ يوخم الله صدو حايج وناجي يحنس الله تجدو جهده ازدي مجدد دي يوخد سحوك شرعنه مدي يوخد سحوك شرعنه. ومن يدعي أن أي حركة من حركات الإنسان ممنوع عليه أن يأتي بالدليل الخاص الذي يدل على ذلك. شرعنه حنكرت يخادو تجدو حمدي دار أخو يدخل دار أخي الله تجبر الله تجبو تجبوش أكتح دار أخوي مجد واس حياة خروي سنك ألديز ويقصو أست دليل حدوال ديال إلشنو صلى الله عليه وسلم أتيبار ديال محاخوي أن إصدري بلدة تشخان وشتو أجدر. والقاعدة عند أهل الأصول أن الوسائل لها حكم المقاصد. بوصل الدين حساسها الله تشبخ به ترى الأوقات قاعدة هي مسلي قابل لا يصلح تبقى تعمل وصل ذكر في مكة في مكة سيارشو يحنس لا تجبو بوصل الله برضه سبوا حد يجبو دار أصحام حدي قرن دلتسن أخير شارف المقاصد يا خجدك دار حاضر كرتي بجبو دار حاضر برضه بيتي برضه أما وسائل جاء خجدك سياق حمد وسائل جاء خجدك إصدار حاضر حون أحد وقت تجبو حماش دار حاضر يا شيء ماجد يدلي حجر يدلي آردلي متشح دلي وسائل إن شاء الله شارع. الشرع مثلا طلب منا بعض الأذكار بأعداد مخصوصة. شريعته حدا وجدوا ذكر بار أطبعت الإتقال بأعال إذا الآلات. فالمقصود هو إيقاع الذكر على هذا العدد المخصوص. شرع الآن نشتهي حدا ديس فرز الله مزاتح تخيل قلت سبحان الله آل أنديهم تخيل قلت آل ديسها كذلك ما أربط معه. واستعمال الأصابع وسيلة لتحقيق هذا المقصود. أما إرجع الثاني إذا قرير سبحان الثاني إذا قرير دي إذا كيف تقول سبحان الله أرض إذا وسيلة. واستعمال السبحة أيضا وسيلة إلى ضبط هذا المقصود. إرجع وسيلة سبحان وسيلة. فيكون استعمال الأصابع واستعمال السبحة مشروع لأجل مشروعية المقصد. سلحة سادة الغاء ورسل الطلبة مشروع من اللي أخرج بوجده عندي بوصل الدنيا يرشتدي يخرج مجد يخرج بلقي السابحة دبر درس الطلب. فالحركة التي يصنعها بعض الذاكرين في أثناء ذكرهم يصنعونها لتجدد عندهم النشاط وتبث الدماء الحارة في القلب، فهذا غرض مطلوب وغرض مشروع يوافق أصل مشروعية الحركة أو لا يخالف أصل مشروعية الحركة بل يزيد عليها. سدوا دال خاخر سدت دال خاخر نامي بيدالو وأنت تأخذ دال خاخر حصوده تجمله بجدهم بس البنوديو تأخذ ترسج ودش تطيب الهواء تخرج نشاط أوصل دغفيل قصو دغفيل دش خمسة يبغى حبر مشروع بس البنوديو يا خشوا. وقد وردت بعض الآثار عن الصحابة الكرام فيها إشارة إلى شيء من ذلك. طيب من أصحاب رضوان الله عليهم حد يختار كما وجده ستيطار اسبوع بيه ياخش اشردش ستيطار ودش بوسو اسبوع بيه ياخش اسقبيه الحقيقة كما وجده. من ذلك ما رواه أبو نعيم في كتابه الحلية أن الصحابة كانوا إذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجرة في أمام الريح. صارت حتى ما وقت أبو نعيم الأصفهاني يأخذ حديث جيد حلية الأولياء يأخذ ده تجسو حدا ولا تنقمات إلشن أصحاب البوسش بريك أصحاب البوسش برش ده أخويش أخيشات صوتي هذا مخيق جدينا على استجاجان جي إشجان السنة ترس جدان هي خورسا أخطأ ذكر دي يأخذ وجده بخبص يخص. وقد ألف أخونا الكريم الشيخ محمد طاهر هذا الكتاب المبارك وقد اطلعت عليه
وسماه خلاصة الفكر في مشروعية الحركة في الذكر، جمع فيه الأدلة وجمع فيه نقول العلماء المفيدة، يمكنكم أن تراجعوه في هذا الأمر. شيمت المياه دوجدار سجيد يختو صغر سخات رخوتن دوجدار دليلش أو خمالش تشبه ذاته ستحجة شقاش خلنك شنو. وألف غيره في هذا أيضا، دي دعاية مجانية من الكتاب. قبوش عاو ما خلص غيات دوجدار جاي مش دشان يخلق. وألف غيره أيضا الشيخ الكتاني ألف كتابا في هذا الأمر أيضا. شيخ عبد الكريم الكتاني شو نجوم المهتدين يعرف يقولش عقد سبل خياز دوجدار جاي دشان يقصدك. فالتشديد في إنكار هذا الأمر ليس حسنا وليس جيدا، وهو أمر مشروع ولا حرمة فيه ولا ممنع. تاخ أسبوع بينا قلت ذكر بينا قلت ده إيش بل خاش خارس هذي يا رسول عشاق خبره بوصل دينك خارس حمده حني الجبوق بينا كجبر بيا أصحاب مشكل خبر وجد قناة وجد سبحان تأسيس تيزوي يقول تاخ توضيح الشيخ وحي لا يرجع موضوع أو صفتين ميري بوصل دينك حماش خلدي الشاف أو حماش خلدي تأخذ الدشان دار أخذ أصحاب الجيل ده بقتش عارف مرخونا بخاطر وجبه وخاطر وجبه كتاني شو جاي نجار ده لا تجد حم خاص هذا مشتاق ده. والله تعالى. بارك الله فيك. بارك أكرمكم الله.